النادي الأهلي يواصل سعيه لتعزيز صفوفه بصفقات قوية ومميزة، وهدفه هذه المرة لاعب دولي من أصول مصرية لكن بجواز سفر لطفي، عن سبرايل ماكريكيز، الظهير الأيمن لنادي فرانك فاروزي المجري والبالغ من العمر 25 عاماً. ماكريكيز لاعب متعدد المهام، يمكنه اللعب كظهير أيمن وكلاعب وسط ارتكاز، بل وحتى كجناح أيمن. ولد في مدينة آخن الألمانية عام 2000، وبدأ مشواره في فرق الشباب بنادي باير ليفركوزن، وفاز معهم بالدوري الألماني تحت 17 سنة، ثم لعب مع الفريق الثاني لبروسيا دورتموند، وانتقل بعدها إلى فيكتوريا برلين قبل أن يستقر في الدوري المجري. أرقامه مع فريقه الحالي مذهلة، شارك في 107 مباريات، سجل 3 أهداف وصنع 9، وفاز بالدوري المجري مرتين. ماكريكيز يعد من أكثر اللاعبين تنوعاً من حيث الجنسية: لاتفيا من والدته، تركيا من والده، ألمانيا بلد المولد، مصر والمغرب من جذور جده وجدته. وعلى المستوى الدولي مثل منتخب لاتفيا للشباب تحت 19 سنة، ولعب معهم 7 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً. تبلغ قيمته السوقية حالياً حوالي 1,200,000 يورو، وتراه إدارة الأهلي هدفاً رئيسياً في الصيف. فهل نرى سبرايل بقميص الأهلي قريباً؟ وهل يكون خير دعم للجبهة اليمنى في الموسم الجديد؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. هل ترحبون بهذه الصفقة؟